مفيهاش مساحه قويه زي مثلا لو شفت فيلم F1 براد بيت اللي كان فيه طبعا السباقات والحاجات الفورمولا 1 وكده، هو بيصور جوه عربيه والعربيه صغيره اصلا مفيش مساحه فصوروها بالفينيس. الكاميرا ديت قويه جدا خرافيه، يعني اتفاجئت بصراحه اول ما شفتها. يعني الواحد فتح بقه كده واذهل من التكنولوجيا وصلت لايه. وطبعا دلوقتي اغلب كل حاجه في التكنولوجيا بالذات الكاميرات وطبعا الكمبيوترز كلها بتتجه لان هي تصغر الحجم بجانب اللي هي بتدي اعلى كفاءة وحجم صغير، عشان طبعا اصغر حجم تعرف تصور في ظروف اصعب وكده طبعا، بس التكلفة هتعلى اكتر واكتر. فكل حاجة دلوقتي بتتجه للصغر الحجم والكفاءة العالية. طبعا الدي اس ال ار دلوقتي شبه انقرضت وتتجه للميرورلس. طبعا في حاجات اعلى كمان من الميرورلس ولسه التكنولوجيا بتتقدم اكتر واكتر. وعندنا طبعا شركة كانون اللي عندها كاميرات برضو سينما مخصصة، عندها تقريبا كاميرتين مخصصين للسينما أو أكتر. هي نفس الشركات طبعا بيقدموا كاميرات تانية بتصور فوتوغرافي طبعا، بس إيه عندها كاميرات سينما وزي سوني بالظبط. طبعا في شركات تانية كتير، عندك شركة بلاك ماجيك لصاحبة السوفت وير القوي جدا اللي هو دافينشي ريزولف، اللي بتقدم طبعا أحسن تلوين وبتعمل برضو برنامج مونتاج قوي جدا، بس هو مخصص اكتر للتلوين. وطبعا معاه كمان المونتاج، وطبعا ضافوا كمان السيارات البصريه الفيجوال افكت والحاجات كتيره جدا والساوند افكت، فضافوا حاجات كتيره في الابلكيشن ده. بس احنا بنتكلم عن الكاميرا نفسها. عندهم بلاك ماجيك تقريبا في منها اصدارين احدث حاجه نزلوا، وطبعا في كاميرات تانية في طبعا ريد الكاميرات اللي بتقدم كاميرات سينما كبيره جدا والشركه دي مشهوره. وعندنا شركه فوجي وطبعا وغيرهم من الشركات الكتيره اللي بتقدم كاميرات سينما. بس اشهر الكاميرات دلوقتي اللي هي شغاله الشركات القويه جدا المتصدره، الشركه الالمانيه اللي هي شركه اري وكاميراتها القويه جدا. بعد كده سوني برضو دخلت بالكاميرات الجديده اللي مقدماها الصغيره زي فينيس والبورانا، الاثنين دلوقتي متصدرين المشهد في التصوير السينمائي والدرامي، فكاميرات قويه جدا. وطبعا لو انا بقول بقى اي شركه عايزه تبعت لي اي كاميرا مش بمانع، ابعتوا لي الكاميرا على طول وهظبطكم يعني. فدي كانت كاميرات السينما. وطبعا في كاميرات سينما كتيره، وفي طبعا دلوقتي تطور كتير في كاميرات السينما، فمستمرين في التطور. شوف الكاميرات كانت زمان عامله ازاي ودلوقتي بقت عامله ازاي، والمونتاج بقى عامل ازاي دلوقتي، فيعني سبحان الله. ودي كانت كل حاجه عن كاميرات السينما. لو عندك اي سؤال في الحلقه اكتبوا لنا في الكومنتات وهنرد عليه الحلقه الجايه. سلام.